أنا علي. كنت فاكر حياتي عادية زي أي حد، شغل، أهل، صحاب. لكن كل حاجة اتغيرت بعد أول حلم. صحيت مفزوع، شفت نفسي واقف في جنازة واحد صاحبي. الدنيا مغيمة، صوت قرآن بعيد، والناس لابسة أسود ووشوشهم مش واضحة. لكن عيني وقفت على النعش، واسم كريم مكتوب عليه. صحيت ضربات قلبي زايدة ودماغي مش مستوعبة. قلت لنفسي أكيد مجرد كابوس مش أكتر. وبعد يومين كريم عمل حادثة بعربيته، بالظبط زي ما شفت في الحلم. لكن الكابوس اتكرر، حلم ورا حلم، وكل مرة التفاصيل بتتحقق، كأن الحلم بقى واقع ومش قادر أهرب منه. قبل كام يوم حلمت بكارثة، مول تجاري كبير، دخان ونار وصراخ. كنت جوه الحلم شايف الناس بوضوح، وصحيت مفزوع. النهاردة أنا واقف قدام نفس المول، مش قادر أقرر أحذر الناس ولا أسيبهم يواجهوا مصيرهم. أنا مش نبي، مش حد خارق، أنا مجرد واحد عادي. بس السؤال اللي مش قادر أهرب منه دلوقتي، لو كان حلمي ده رسالة، لو ما عملتش حاجة، يبقى أنا كده السبب في اللي هيحصل. تفتكروا الأحلام دي فعلا ليها معنى، ولا كلها مجرد صدفة؟